بيبدأ الفيلم بشخص غامض جدا اسمه ليدو، واللي بيكون ماشي في منطقة مليانة تلج وضباب، وبنعرف انه رايح البار، وبنلاحظ انه بيكلم في نفسه وبيلومها، وانه قد ايه انسان مريض لانه قبل بالوظيفة الدموية دي، واللي بتكون عبارة عن قتل الحيوانات المفترسة، وخصوصا الذئاب القطبية اللي بتحاول تفترس عمال التنقيب عن المعادن في الجليد. وكان شايف انها حيوانات ما تستحقش القتل لانها ما بتأذيش حد الا لو قرب منها او ما كان موجودة. ولما بيوصل للبار بيلاقي ان كل الموجودين بيتخانقوا وبيكونوا مش في وعيهم بسبب الشرب، فبيروح يقعد على البار وبيبدأ انه يشرب بطريقة هستيرية، وبيبان عليه الحزن وكأنه هربان من حاجة وعاوز ينساها. ولما بيبدأ يشرب بنلاحظ انه بيفتكر ليندا مراته، ومع كل كاس بيشربه بيفتكر ليها ذكريات اكتر. ولما بيرجع البيت بيكون حزين جدا، وبيجيب ورقة وقلم وبيبدأ انه يكتب رسائل لليندا، وبيوصف لها انه قد ايه حزين ومش عارف يكمل من غيرها، وبيكمل كتابة لحد ما بيتعب وبينام. وتاني يوم بيروح لموقع الحفر وبيكون مراقب المكان كويس من جميع الاتجاهات، وفجأة بيظهر ذئب بيحاول انه يهجم على العمال، فبيضرب عليه رصاص وبيقتله. وبعدها بيروح عنده وبيعتذر له وبيقول له انه مجبر على الشغلانة دي. وتاني يوم بيخلصوا شغل وبيكون ده اخر يوم لان ده ميعاد العطلة بتاعتهم، فبيجهزوا شنطهم عشان يرجعوا بلدهم. وبيركب ليدو يعملوا الطيارة، وبيحاول واحد منهم انه يكلمه بس ليدو مش بيرد عليه. ولما بيركبوا كلهم الطيارة بينام ليدو من التعب، وبيحلم بليندا مراته، بس بيقطع حلمه هزة قوية جدا في طيارة وبيكون سببها عاصفة جوية قوية جدا. وبعدها بشوية بتقف الهزة وبتيجي المضيفة وبتطلب من الكل انهم يربطوا حزام الامان. وبيروح ليدو يبص على جناح الطيارة فبيلاقي انه محروق وهينفجر، فبيعرف ان الطيارة ما قدامهاش كتير وهتقع، فبياخد احتياطاته وبيأمن نفسه. وفعلا بتقع الطيارة في منطقة جليدية، ولما بيفوق بيحاول يستوعب ايه اللي حصل، فبيقوم بسرعة عشان يطمن على زمايله، ولكن بيتصدم لما بيلاقي ان الطيارة اتحولت لأشلاء. فبيروح بسرعة وبيحاول ينقذ اي حد، وبيشوف اذا كان في حد متصاب ومحتاج مساعدة، وبيلاقي ان الشخص اللي كان بيحاول يتكلم معاه في الطيارة متصاب اصابة خطيرة جدا في رجله، فبيساعده وبيدخله تحت الطيارة. وبيطلب من زمايله انهم يجيبوا حطام الطيارة عشان يداروا بيه نفسهم من البرد. ولما بيدخلوا تحت الطيارة بيلاقوا ان الشخص اللي كان متصاب في رجله مات بسبب النزيف. وبيبدأ ليدو يتكلم ويقول لهم انهم لازم يجيبوا مية واكل الا هيموتوا من البرد والجوع في المكان ده، وانهم لازم يعتمدوا على نفسهم لحد ما تيجي طيارة الانقاذ وتنقذهم. وبيخرجوا يجمعوا حطب عشان يولعوا فيه ويدافعوا عليه، وبيلاقي واحد منهم خزان البنزين بتاع الطيارة فبياخدوا منه عشان النار تولع بسرعة. وبعدها بيقرروا انهم يلموا جثث الناس اللي ماتت، وده عشان الحيوانات المفترسة ما تاكلهاش. وبعدها بيدخل الكل عشان ينام في الجزء السليم من الطيارة، بس ليدو بيسمع صوت غريب فبيروح يشوف ايه، وبيتفاجئ لما بيلاقي مجموعة من الذئاب بتاكل في جثة من الجثث. فبيجري ليدو بسرعة وبيحاول يخلي الذئاب تسيب الجثة، بس الذئب بيهجم على ليدو بيعضه رجله، فبيتألم ليدو وده بيخلي زمايله يسمعوه وبيجوا يضربوا الذئب لحد ما هرب. وبيبدأ ليدو انه يتكلم ويقول لهم ان لو في وقر من الذئاب قريب من هنا بيبقى دي كارثة، لان الذئاب بتقتل اي حد يعتدي على منطقتها، وانهم لازم يشوفوا مكان تاني امن من هنا، وكمان لازم يدوروا على جهاز الاتصال اللي موجود في الطيارة. وبعد معاناة البحث بيلاقوا الجهاز الاتصال وبيحاولوا يتكلموا مع الإدارة، بس الإشارة بتكون ضعيفة جدا بسبب العاصفة الثلجية. فبيخرج ليدو ويفكر هيعمل ايه، فبيلاقي واحد من اللي معاه بيسرق الجثث وبياخد كل حاجة، وبيكون اسمه ستان. فبيزعق ليدو للشخص ده وبيهدده بالقتل لو عمل كده تاني. وبيرجعوا ويقعدوا قدام النار، وبيقول لهم ليدو انهم لو ما ماتوش من البرد فهم هيموتوا من الجوع ومفيش حل للمشكلة دي. ولكن فجأة بيلاقوا صوت مجموعة من الذئاب بيقرب منهم، فبيهربوا بسرعة جوه الطيارة. ولما بيصحوا تاني يوم بيلاقوا ان شخص من اللي كان معاهم مقتول من الذئاب، وبيكونوا مستغربين جدا ازاي ما سمعوش صوته وايه السبب اللي خلاه يخرج من بره الطيارة. فبيعرفهم ليدو ان الذئاب اللي هنا كتيرة جدا، وده بيدل ان في وقر من الذئاب قريب من هنا ولازم يروحوا مكان امن من هنا. وبيقترح عليهم ان الغابة فيها مكان امن من هنا، ولكن ستان بيعترض على كلام ليدو وبيحاول يقنع الباقيين انهم ما يسمعوش كلامه والا الذئاب هتخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني. ولكن ليدو مش بيهتم لكلامهم، بس في الاخر كلهم بيقرروا انهم يروحوا معاه، وبيروحوا ياخدوا شوية بنزين ومية من الخزان بتاع الطيارة، وبيبدأوا انهم ياخدوا اي حاجة ممكن يحتاجوها في الرحلة. ولكن ليدو لما عينه بتيجي على جثة من الجثث بتصعب عليه جدا، فبيقرر انه ياخد المحافظ اللي فيها عشان يرجعها لاهالي الضحايا اذا نجا. وبيقول للي معاه ان اللي ينجو منهم يبلغ اهل الضحايا. وقبل ما يمشوا بيجي شخص اسمه البير وبيقول لهم انهم ما ينفعش يمشوا غير لما يقدموا عزاء لزمايلهم اللي ماتوا، طالما مش هيقدروا
انهم يدفنوه، فبيقفوا كلهم حوالين الجثث وبيبداوا انهم يقدموا العزاء، وبعدها بيبداوا الرحله. ولكن وهم ماشيين بيكون حركتهم بطيئه جدا لان رجليهم بتغرز في التلج، وكمان بتقوم عاصفه وبتعيق حركتهم اكتر. وفجاه بتهجم عليهم مجموعه من الذئاب وبتمسك واحد منهم، وبيحاول البير انه يرجع وينقذه، ولكن ليدو بيمنعه وبيقول لهم ان لو حد قرب منه الذئاب هتموته هو كمان. فبيقرروا يسيبوه غصب عنهم، وبيكونوا زعلانين جدا من اللي حصل. ولكن اول ما بيوصلوا عند الغابه بيلاقوا ان الذئاب بتبدا تلف حواليهم من جميع الاتجاهات وبتحاول تفترسهم، ولكن بيجروا بسرعه وبيجيبوا خشب من اللي معاهم وبيحاولوا انهم يولعوا فيه. وبمجرد ما الذئاب بتشوف النار بتهرب بسرعه، وده لان الذئاب بتخاف جدا من النار، وبيبداوا يتكلموا مع بعض ويشوفوا هيعملوا ايه. وبعدها بيقوم ليدو وبيغيب شويه وقت وبيرجع ومعاه غصون اشجار طويله، وبيدي لكل واحد فيهم نعود، وبيطلب من كل واحد فيهم انهم يعملوا السن مدبب ويستخدموا زي الرمح ويدافع بيه عن نفسه، وده الحل الوحيد عشان يدافعوا بيه عن نفسهم ضد الذئاب. وبيبدا ستان انه يسخر منه ويستهزأ بليدو، ولكن ليدو مش بيرد عليه. وبعدها بيطلب ستان من واحد معاهم انه يديله شويه خمره، بس ليدو بيمنعه وبيعرفهم انهم ما ينفعش يشربوا خمره لانها مش هتخليهم في وعيهم ومش هيحسوا باي حاجه. ولكن ستان بيسخر من ليدو للمره التانيه، وده بيخلي ليدو ينفعل ويبدا يضربه. وبيحاول الباقيين انهم يوقفوه، بس مفيش حاجه بتوقفهم غير الذئب اللي بيظهر فجاه قدامه، وبمجرد ما بيشوفوه بيرجعوا لورا وبيكونوا ماسكين الغصون اللي معاهم واقفين قصاد الذئب. ولكن الذئب مش بيهجم عليهم وبيمشي، وبعد شويه بيهجم عليهم الذئب وبيعض ستان من رجله، بس ليدو بيهجم عليه بسرعه وبيطعنه بالرمح وبيقتله. ولما الذئب بيموت بتبدا اصوات الذئاب تعلى من كل مكان، وبيكون الاكل اللي معاهم قليل جدا، فبيقرروا انهم يشوا لحم الذئب ده وياكلوه، وبيكونوا خايفين جدا لا يضروه. بس ليدو بيعرفهم ان لحم الذئب مش مضر وبيتاكل عادي. ولما بيبداوا انهم ياكلوها بيلاقوا ان طعمها وحش جدا، بس مفيش خيار قدامهم. وبعدها بشويه صوت الذئاب بيعلى من تاني، والمره دي بيكونوا قريبين منهم جدا، فبيخافوا وبيعرفهم ليدو انهم لازم يمشوا من المكان ده. وبيولع كل واحد منهم شعله وبيبداوا يمشوا من المكان ده. وبيبدا ليدو يحذرهم من الذئاب لانها الحيوانات الوحيده اللي مش بتسيب حقها، وبينتقموا لنفسهم وفصيلتهم لحد ما واحد منهم بيقول انه خلاص مش قادر يمشي تاني. فبيقرروا انهم يقضوا الليله في المكان ده، وبيبدا كل واحد فيهم يحكي قصه حياته لحد ما بيجي الدور على ليدو اللي بيرفض انه يتكلم عن اي حاجه، ولكن بيسترجع ذكرياته وهو صغير وبيفتكر ابوه اللي كان قاسي عليه جدا وحياته اللي كانت كلها متعلقه بليندا مراته. وبعدها بشويه بيلاحظ ليدو ان الرياح شديده، فبيقول لهم ليدو ان في عاصفه جايه وهم ماشيين لعاصفه الحقول، وبيموت زميلهم اللي ما بيقدرش يتحمل البروده. وبيكون ليدو متضايق جدا بسبب انهم كل شويه بيموت واحد منهم، وبيفضل يعيط لحد ما زمايله بيجوا وبيقولوا له انهم لازم يكملوا. وهم ماشيين بيسمعوا صوت ميه وبيعرفوا ان في نار على الجنب التاني، فبيقرروا انهم يعدوا الجنب التاني عن طريق انهم يعدوا بين الجبلين. فبيجيبوا كل القماش اللي معاهم وبيربطوه في بعضه وبيعملوا منه حبل، وبيقول لهم ليدو انهم لازم واحد منهم ينط الجنب التاني عشان يثبت الحبل هناك. فبيقرر البير انه ينط الجنب التاني ويثبت الحبل، ولما بينط بيفلت منهم الحبل اللي رابطين البير بيه، وكان هيقع بس بيلحقوا ستان. ولكن قطعة الجليد اللي بيكون البير واقف عليها بتقع، وبيكون البير تقيل جدا على ستان، بس بيجي البقية وبيلحقوه وبيساعدوه انه يعدي الجنب التاني. ولما بيثبت البير الحبل الجنب التاني بيعدي ليدو وستان، بس صاحبهم الرابع بيخاف يعدي بسبب ان عنده فوبيا من الاماكن المرتفعة، وبيحاول انه يتغلب على خوف ويعدي، بس النضارة بتاعته بتقع منه وبيدوخ ومش بيشوف اي حاجة، وكمان بيكون متصاب في ايده. وغير كل ده الحبل بيلف على رجليه وبيقع وبيفضل يتكسر على حرف الجبل والاشجار لحد ما بيوصل للارض. وبيبدا انه يفتكر في بنته الصغيره واقفه جنبه وبيتمنى انه يشوفها اخر مره في حياته قبل ما يموت. وبعدها بتيجي الذئاب وبتاكله، وبيكون ليدو اللي معاه شايفينه وهم نازلين من على الشجر، وبيكونوا زعلانين جدا على صاحبهم اللي مات، وبيفكروا ان ليدو انهم لازم يكملوا رحلتهم، وبيفكرهم برضو ان اللي ينجو منهم يبلغ اهل اللي باقي كلهم. ولما بيوصلوا عند النار بيحاولوا يدوروا على اي حاجه تخرجهم من المكان ده، وفجاه بيتعب ستان وبيكون مش قادر يكمل الطريق، فبيقول لهم انه هيقعد هنا جنب النار ويستنى الموت يا اما من الذئاب او البرد والجوع. فبيقرروا انهم يقعدوا يرتاحوا هنا، وبيرفض ليدو كلام ستان وبيعرفهم انهم لازم يخرجوا من المكان ده هما الثلاثه، وبيبدا الجدال بينهم. بس في النهايه كلام ستان هو اللي بيمشي، وليدو بيلاقي ان مفيش فايده من كلام ستان، فبيقرر انه يكمل الرحله هو والبير. وهم ماشيين في الطريق بيسال
البير ليدو عن اخر يوم ليهم في الموقع، راح فين بعد ما خرج من البار. فبيرد عليه ليدو وبيعرفه انه راح يكمل شغله. فبيقول له البير انه بيكتب، وبيعرفه البير انه شافه وهو بيحاول ينتحر، وبيسأله انه كان يائس جدا من الحياة وكان عاوز ينتحر ودلوقتي بيحارب عشان يكمل حياة وما يموتش. وبيرد عليه ليدو انه من يوم ما لينا مراته ماتت وهو مش عارف يعيش، ودايما بيفتكر ذكرياته معاها لانه كان متعلق جدا بيها وكان يائس من الحياة جدا وعاوز يموت. ولكن من يوم ما جه المكان ده وهو حاسس بالموت في كل مكان وعارف قيمة الحياة، ومن بعدها قرر انه يعيش. وفجأة وهم ماشيين بيلاقوا مجموعة من الذئاب بتهجم عليهم، فبيهربوا بسرعة وبيقعوا في النهر. وليدو بيعرف انه يخرج من المية، بس البير رجليه بتتزنق بين صخرتين تحت المية وبيكون مش عارف ياخد نفسه او يخرج رجله. وبيحاول ليدو انه يخرج رجليه من تحت المية، وكمان كان بيعمل له تنفس صناعي، ولكن ده كله مش بيجيب نتيجة. وفي الاخر بيموت البير وبيخرج ليدو من المية وبيكون مش فاضل غيره هو، وبيفضل يعيط ويزعل وبيدعي الالهي انه ينجيه من اللي هو فيه ده. وبعدها بشوية بيقرر انه يكمل الرحلة لوحده وبيوصل للغاب، وبعدها بيقعد يستريح وبيطلع من جيبه كل محفظ زمايله اللي ماتوا وبيبص في الصور اللي فيها وبيلاقي قد ايه انهم كانوا جدا سعداء حياتهم. وبيبدا ان هو يفتكر ذكرياته مع ليندا مراته. وفجاه بيظهر ذئب كبير جدا، فبيقرر ليدو انه ما يهربش ويواجه الذئب ده. فبيجيب ازاز مكسر وبيربطه في ايده وبيكون ماسك سكينه في ايده التانيه، وبيبدا شريط حياته يتعرض قدامه. ولحد هنا بيخلص الفيلم وبيخلص الجزء الاول.